السلام عليكم متابعينا الأعزاء. رد فعل الفنان خالد النبوي عندما أمسكه معجب من البدلة مثل ما حدث مع الفنان عمرو دياب، خاصة أن التجمعات التي يتواجد فيها الجمهور إلى جوار النجوم تكون مادة خصبة للخروج عن النص، وهذا ما حدث مع الفنان خالد النبوي خلال العرض الخاص لفيلم أهل الكهف. ويبدو أن واقعة صفع عمرو دياب لأحد المعجبين بالقلم لم تتوقف عند حد الهضبة، وأثناء فعاليات العرض الخاص لفيلمه الجديد أهل الكهف، والذي أقيم داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، بداية الواقعة عندما انفعل النجم خالد النبوي على معجب حاول التقاط صورة معه بشده من بدلته، وبدفع يد المعجب الممسكة بالكاميرا قام خالد النبوي وقال له: أنا ممكن أستأذنك ما تصورنيش، يعني مع الناس تقيلة قوي، ما كانش كده قبل كده، وفيه إيه يا ابني، يعني ليه لازم كده؟ ومشيدين بتصرف الفنان خالد النبوي وقدرته على ضبط النفس لمنع تكرار أزمة عمرو دياب مع المعجب، والتي أصبحت حديث المصريين وتداول مواقع التواصل الاجتماعي. مقطع الفيديو على نطاق واسع، وفيلم أهل الكهف من الأعمال التي أسعد وتشرف أن نقدمها للشعب المصري والعربي، وأولادنا يستحقون أن يتم تقديم رائعة من روائع الأدب المصري في شكل سينما، لأن الجميع وبالتحديد شبابنا غير مهتم بالقراءة بالصور الكافية. انتهى الفيديو، لكن قبل المغادرة لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد.